السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا اليوم نعمل وصفة كده سهلة وبسيطة من ربع فرخة أو من صدر فرخة وشوية بسلة. هنعمل وجبة ووليمة كاملة هتغدي البيت كله. تعالوا نشوف عملناها ازاي، بس قبل ما ندخل على الفيديو نصلي على الرسول ونسمي الله ويلا مقادير. معايا صدر فرخة وقطعة دهنة في محضرة الطعام وفرمتهم. تعالي بقى على الكبة هاتيها وانزلي ببصلتين او بصلة كبيرة علشان نفرمها فرم ناعم كده، ونعمل تتبيلة او نعمل خلطة حلوة لصدور الفراخ. هنعمل النهاردة وصفة روعة في منتهى الجمال. هنزل ب4 فصوص من الثوم وهضربهم ضرب ناعم. هاتي بقى الصينية بتاعتك او هاتي اي حاجة وانزلي بقى بالمفروم بتاع البصل بالثوم علشان نعمل كده تتبيلة رهيبة او نعمل خلطة رهيبة للصدور اليوم. هاتيلي بقى قرن فلفل احمر هتضربيه برضو ضرب ناعم كده بالمية بتاعته بسوائله بكل حاجة، وهنزل برضو بقطعة الدهن اللي انا فرمتها ناعم، وهنزل بصدور الفراخ اللي انا فرمتها ناعم. تمام كده، يبقى كده معايا البصل المفروم ومعايا الفلفل والدهنة ومعايا صدور الفراخ. هنزل بقى ببهارات كفتة، وهنزل بفلفل اسود، وهنزل ببابريكا، وهنزل بملح. وتعالي بقى على مادة الربط، هنزل كده ب3 معالق من النشا، معالق هرمية. هقلب بقى كل المكونات كده مع بعضها علشان اشوف درجة التماسك بتاعت الصدور او العجينة بتاعتي هتحتاج لي نشا تاني ولا لا. كده هعجنها عجن كده متماسك، وهرجع بقى كده امسكها برضو بشوية بصمات، بس انا بحب ان انا انخد البصمات كده عشان لو في اي حاجة فيها. وهنزل هنا بقى بالعامل الاساسي والسحري اللي هو البيكنج باودر عشان يديلها طراوة كده ويخليها كده مفرغة من جوه وبتبقى تحفة كده. تعالي بقى نعجن العجينة بتاعتنا كده، خليه هي هتلزق معاكي في الاول، بس ان شاء الله هتمسك معاكي وهتبقى زي الفل. همسح ايدي بقى بشوية زيت كده وهحاول الم العجينة كلها على بعضها، ويفضل ان انت تدخليها التلاجة شوية حتى تتماسك وبعدين تشتغلي وتشكلي فيها براحتك. بس انا كنت مستعجلة فجبت كده صينية كيس من اللي احنا بنخزن فيه الخضار، فتحته كده وفتحته وحطيته في الصينية. هبدأ بقى اشكل كده العجينة بتاعتي، شكليها بقى لصوابع لمربعات، شكليها الحجم اللي انت تحبيه والشكل اللي تحبيه. عايزين نعمل لها بقى شكل جمالي كده، هتجيبي عصاية الشيش طاووق وتبدأي تحددي كده بالشكل اللي موضح قدام حضرتك، بتدي شكل جمالي وشكل جميل وبتبقى في التقديم خطيرة. واللي ما عندهاش كبة تفرم فيها الصدور، هتجيب الصدر وهتخليه من العظم تماما وهتحطيه في الفريزر، وهتجيب المبشرة بتاعتك بتاعة البصل تبتدي تبشري الصدور بتاعتك. لما بتكون في الفريزر بتبقى مجمدة معاكي، بتتبشر معاكي بكل سهولة، وهتشوفيها هتلاقيها اكنها مفرومة في الكبة او في المفرمة زيها زي الكبة بالظبط. يعني مفيش حاجة هتوقفنا ان شاء الله، وربنا يحسن ما بين ايديكم. صلوا بقى على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتخفي بها الذنوب وتغفر بها العيوب وتقضي بها حوائج الدنيا كلها يا ارحم الراحمين. هنا هتبتدي بقى تاخدي قطعة كده بالويم كده وبالنظر، وهتبتدي تشكليها بالشكل اللي انت عايزاه. انا كده جبت عصاية الشيش طاووق وشكلت بيها عطياني شكل جميل جدا، وطبعا انا عملت كمية حلوة وفت معايا وكفت واكلت كتير والله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يصب البركة عندنا وعندكم، وبلغنا رمضان وبلغكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. كده هتاخديها على التلاجة بقى تتجمد شوية وهي متماسكة معايا بالرغم من اني ما دخلتهاش التلاجة. تعالي بقى صينية او حلة على النار، معلقة زبدة ورشتين من الزيت ومعلقة كركم ومعلقة كاري ومعلقة زعفران او شوية زعفران وكام فص من القرنفل، وانزلي بيهم كده لحد ما تشم الروايح العطرية. هتنزلي بكيلو رز مغسول او بنص كيلو اللي تحبيه، هتقلبيه كده تقليبة وتشربيه من اللون. وبعد كده هتنزلي بالبزلة، عندك كوباية بزلة كده باللي احنا مفرزينها
اللي احنا مفرزينها مع بعض في اول التفريزات. كل سنه وانتم طيبين. هبتدي كده اقلبها مع الرز بتاعي. شايفين لون البسله محتفظه باللون بتاعها، دي اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض. البسله محتفظه باللون والجزر محتفظ باللون، بسم الله ما شاء الله. هظبط الملح بتاعي، معلقه ملح، شويه فلفل اسود. هقلب كده المكونات دي كلها مع بعضها، الرز مع البهارات مع البسله. وبعد كده تبقي تحاولي تنقضي القرنفل كده من على الوش. هنزل بقى بالعقد المظبوط للميه، طبعا ده رز مصري. هسيبه بقى كده يتشرب الميه، وبعد كده هدي عليه لحد ما يستوي واسيبه يتردد مع نفسه. تعالي هنا هنرجع بقى للكفته بتاعتنا اللي احنا عاملينها. طلعناها من التلاجة، طاسه على النار ورشه من الزيت. يعني احنا عايزين يعني وجبات اقتصاديه بقدر المستطاع. رشه من الزيت، احنا مش هنقليها. وهنزل بقى بقطعه قطعه كده او بصباع صباع من اللي انا عاملاه، وانا كده معليه النار ياخد لون من تحت، واقلبه على الوش التاني وهبتدي اوطي عليه. تمام كده. شايفين الجمال وشايفين اللون؟ بسم الله ما شاء الله. اللون ياخد العقل، بيجنن بجد. اللهم بارك. شايفين الجمال؟ صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا اللون هنا تحفه تحفه. والخطوط اللي انا كنت محدداها بالشيش طاووق، بعصايه الشيش طاووق، ظاهره ازاي وجميله، تحفه تحفه. على مناديل مطبخ بقى، وهتطلعي بقى تبتدي تطلعي الكفته بتاعتك. عامه هي ما هياش شاربه زيت، لان احنا رشين زيت بس، ما كناش حاطينها في زيت كامل. تمام كده. هخلص كل الكميه بتاعتي، واخلص الكميه كلها اللي معايا كده، واخدت لون من فوق ولون من تحت. طبعا هي كده ما خدتش سوا كامل. هتعملي ايه يا مروه علشان تسويها سوا كامل؟ تعالي وهقولك هنعمل ايه يا ست الكل. بس خليكي الفيديو للاخر وشوف، ان شاء الله هتطلعي مستفاده. ودعوه حلوه من قلبك بقى لاختك، يا رب وليكي بالمثل. كل سنه وانتم طيبين. تعالي هتجيبي كده بصله، هتقطعيها كده قطع، لا مكعبات لا اما جوليان. هتقطعي برده كده واحد فلفل اصفر او واحد فلفل اخضر او طماطم، اي خضار عندك متوفر. في نفس الطاسه اللي انا سويت فيها الكفته هنزل بيها بالخضار اللي هو الفلفل، اي فلفل عندك، ما تربطيش نفسك على لون معين او نوع معين. وهنزل بقطع او مكعبات الطماطم والبصل، وقطعه صغيره كده من الفلفل شطه سبايسي. وهنزل بقى بالكفته بتاعتي، هرصها كده رصه. وانا كنت سبت كده البصل والطماطم دوت دقيقتين، ورشيت عليهم ملح وفلفل اسود وسبتهم اتدبلهم. بعد كده نزلت بالكفته. هرجع هنا للرز بتاعي، بسم الله ما شاء الله اللون بتاعه ياخد العقل، اللهم بارك. وبكده انا خلصنا الكفته وخلصنا الرز. هبدا بقى اقدمه في صينيه تقديم او بتقديمه شيكه، والتقديم ده ليك انتي، وانت حريه الاختيار في التقديم. تعالي هنا بقى هتجيبي الصينيه بتاعه الكيك او عندك اي صينيه، هتنزلي كده بقطع الكفته، هتنزلي بالكفته بتاعتك وشويه برضو شبت كده على شويه كزبره، وتنزلي برضو بالخلطه اللي احنا عاملينها، وهترصيها كده رصه حلوه. بس تجيبي بقى الخطوط لتحت عشان اما تقلبيها يبقى الخطوط معاكي هي اللي لفوق. هنزل بقى بكميه رز محترمه كده، هنزل بيها وهضغطها كده بالهراسه بتاعه الفول عشان تطبع كده في الصينيه بتاعتي، ولما تيجي تنزليها ما تسيبش من بعضها كده. بسم الله ما شاء الله، وصفه جميله وسهله وتحفه تحفه. اتمنى تجربوها لانها بجد هتعجبكم قوي. هنا كده دقت ساعه العمل، بسم الله ما شاء الله على الجمال وعلى الشياكة. شايفين الجمال وشايفين التحفة. اتمنى بقى يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف على قلوبكم، واتمنى تجربوا الوصفة وتقولوا لي في تعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.